جواك. عشان اصلا تتعامل مع اي شعور جواك لازم تعرف ايه اللي بيدور جواك. يعني انت مثلا لو انت حاسس بحزن ومش عارف اسم الشعور اللي جواك ده ايه وايه سببه، الشعور ده مش هيروح من عندك. تمام كده؟ فلازم تكون واعي ايه اللي بيحصل لك، ايه اللي كنت بتعمله في العلاقه فوصلك للحاله اللي انت فيها دي، وايه اللي بيحصل جواك دلوقتي موصلك او مثبتك في المكان اللي انت حاطط نفسك فيه ده. تمام كده؟ فالوعي ده مهم جدا. طيب الانسان بقى في اول علاقه بيحصل له ايه؟ علشان لما بتبوظ العلاقه وبينفصل بيحصل معاه المشكله او بيقع او بيحط نفسه في الزون اللي هو فيها دي. اول حاجه، في حاجه مهمه جدا نعرفها الاول، الفرق بين العلاقه الصحيه والتعلق. تمام؟ العلاقه الصحيه نتخيل كده ان دي كده حياتنا. تمام؟ العلاقه الصحيه هنا المفروض انا، تمام، هنا عيلتي، تمام، هنا شغلي، هنا المفروض ماي بارتنر او الشريكي او شريك حياتي، تمام، وهنا المفروض صحابي. تمام؟ الانسان اللي مالي الخمس اماكن دول بيعيش علاقه صحيه، ولما بينفصل بيتعب وبيزعل بس مش بيكون شبه المتعلق. فدي العلاقه الصحيه. طول ما انت واخد بالك من نفسك جوه العلاقه، تمام، في جزء لنفسك في العلاقه، بتعرف تساعد نفسك، بتعرف تتعامل مع نفسك، بتعرف تعيش لوحدك عيشه كويسه من غير شريك حياتك. يعني لو شريك حياتك ده مش موجود فانت عايش سعيد. شريك حياتك موجود فانت سعادتك بتزيد. شريك حياتك مشي، اي نعم، او لو انفصلتوا يعني، فشريك حياتك يعني سعادتك بتقل شويه. بس الفكره كلها هنا ايه؟ ان في 4 حاجات بيعوضوك عنه، فبالتالي فتره التعافي بتاعتك بتكون اقل. طيب ده بقى الحب الصحي. لازم يكون في وقت لاصحابك، لازم يكون لكم صحاب، ولازم حته الصحاب دي مهمه جدا علشان تقدر يعني مثلا لو هو مشي يبقى في حد بيعوض لك الشعور اللي انت بتحسه. فالصحاب مهمه جدا. انت دي برضو فيها حته جزء روحاني، جزء مع ربنا سبحانه وتعالى، تعلقك بالله سبحانه وتعالى، جزء لعيلتك، لازم يبقى فيه جزء لشغلك، لازم يبقى فيه جزء لشريك حياتك. طيب ده كده الحب الصحي. لو انت بتحب او في علاقه صحيه وبتعرف تتعامل مع نفسك فانت هيكون عندك مالي ال5 دول. طيب التعلق بقى، التعلق نتخيل كده ان كل السبوره دي حياتنا، انت بتكون حابس نفسك هنا مع شريك حياتك، تمام، وبتسيب كل ده، كل ده ما بيبقاش موجود. فانت شريك حياتك ده مشي فانت حياتك كلها فاضيه. فانت عشان تتعافى لازم تقوم جاي تقوم فاتح كده الفتحه دي وطالع منها وتشوف بقى حياتك، ترجع لحياتك تاني. فهو ده التعلق. التعلق هو ان انا بنعزل عن العالم تماما، بسيب حياتي كلها ويبقى الشخص ده هو كل حياتي. فمعنى الشخص ده كل حياتك، الشخص ده سابك بالظبط، عامل كده زي اللي واقف في سور عالي وماسك في ايد واحد، فالشخص ده سابه فوقع خلاص، شكرا، مفيش اي حاجه هتمسكك غير نفسك بقى ساعتها. فلازم اهم حاجه عرفنا الفرق بين الحب الصحي وما بين التعلق. فدي غلطه من الغلطات اللي الانسان بيقع فيها في العلاقه، اللي هو بينعزل عن العالم تماما وبيفضل مع شريك حياته بس. اول ما شريك حياته بيمشي بيدخل بقى في الزوم بقى، في التعلق وفي الادمان وفي الاكتئاب وفي عدم الاكل وقله النوم وكتر التفكير والتفكير المفرط والحاجات دي كلها. تمام؟ علماء النفس كتير جدا شبهوا التعلق بالادمان. ليه التعلق بالادمان؟ لان نفس الهرمونات اللي المخ بيفرزها في العلاقه وهو في العلاقه، اثناء مثلا اول العلاقه طبعا المورنينج مسج والهدايا والورد والدباديب والحاجات الجميله دي والحاجات اللطيفه دي، الانسان مخه والشوكولاته اهم حاجه الشوكولاته. ما شفتوش الحاجات دي؟ امال كنت في علاقه ليه؟ ف الفكره كلها ان الانسان لما ساعد بقى اول العلاقه بيبتدي المخ يفرز هرمونات كميات كبيره جدا من السعاده، بيكون عايش طاير بمعنى صح، اللي هي حلاوه البدايات زي ما قال اخونا عمرو دياب. تمام؟ حلاوه البدايات. فحلاوه البدايات دي بتخلي الانسان طبعا يتعلق. تمام؟ نيجي بقى في حته مهمه جدا، وهي ان ساعه ما الانسان
بيخرج من العلاقه بتاعته، ده بيتمسح بصعوبه جدا. سيبنا من السبوره خالص. ساعة ما الإنسان بيخرج من العلاقة بتاعته، أو ساعة ما الإنسان بيبتدي في أول العلاقة ويبتدي بقى الحالة الجميلة دي، لما بيجي ينفصل من العلاقة كل الهرمونات دي المخ مش بيفرزها، بيبتدي يفرز هرمون اسمه الكورتيزول. الهرمون ده طبعا السبب في الضغط بقى والآلام الصداع اللي بيجي لكم والسكر والاكتئاب والحاجات اللطيفة الجميلة دي كلها، تمام كده؟ حته ان انت يبقى عندك وعي انت بتعمل ايه في العلاقه دي مهمه جدا، وحته ان انت يبقى عندك وعي بتتعامل مع نفسك ازاي في العلاقه دي مهمه جدا، لان كل ما هتتعامل مع نفسك بشكل صح في العلاقه طول ما انت حياتك هتبقى سعيده في العلاقه وبره العلاقه. لكن لو بتتعامل مع نفسك بشكل غلط في العلاقه طول ما انت حياتك هتبقى تعيسه في العلاقه وبره العلاقه برضه. يعني انت الشخص اللي بيتعلق ده جوه العلاقه ما بيبقاش مرتاح، حتى لو هو لسه في العلاقه هو ما بيبقاش مرتاح. لكن الشخص اللي بيتعامل مع نفسه صح بيكون مرتاح جوه العلاقه، ولو خرج اي نعم بيتعب شويه بس مش شبه الشخص اللي اتعلق، بس برضه بيتعامل مع نفسه بشكل كويس، تمام كده؟ طيب الضلع الثاني بقى من المثلث، خلينا نعمل المثلث فوق كده، ده الوعي اهو، تمام؟ هنرجع له تاني. الضلع الثاني الاخطاء اللي بنقع فيها ساعه ما بننفصل بقى. في اخطاء كتير جدا بترجعنا نقطه الصفر تاني، بتخلينا عايشين في زون وحشه جدا من الاكتئاب بقى وكتر التفكير والوحده وان احنا نعزل نفسنا. كل الحاجات دي بسبب غلطات بنعملها بتعمل معانا كده. اول غلطه لو حد بيعمل من الحاجات دي، يعني او لو حد بيعمل حاجه من الحاجات دي، يقول حاجه اسمها الاغلاق المعرفي، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بحبس نفسي وسط مجموعه من الاسئله مش بلاقي لها اجابه. زي مثلا هو الشخص ده عمل معايا كده ليه؟ هو الشخص ده عايش سعيد ولا عايش حزين؟ ولو عايش سعيد، طب هو عايش سعيد وانا عايش حزين؟ فابتدي ازعل. لو الشخص ده مثلا عنده مشكله او انا عندي مشكله مثلا، عايز اراقبه وعايز اعرف الشخص ده بيعمل ايه وعايز اعرف بيعمل كل حاجه. ده اسمه الاغلاق المعرفي، ان انا بقفل على نفسي كده دايره فيها مجموعه من الاسئله اللي مش بلاقي لها اي اجابه، وفي نفس الوقت ببقى مش عارف اخرج بقى بره الاسئله دي. طب ده حلها ايه؟ دي حلها ان انا بدور على اسئله اكثر منطقيه وابتدي اقنع نفسي بيها، اللي كل ما السؤال ده ما يجي لي اقوم جاي قايل الاجابه دي، كل ما السؤال ده يجي لي اقوم قايل الاجابه دي. دي حاجه بتكون مهمه جدا علشان اخرج من حته الاغلاق المعرفي دي، لان الاغلاق المعرفي ده يعني بيوصل البني ادم للاكتئاب، تمام كده؟ تاني حاجه ومن الحاجات المهمه جدا هي مين هنا مغناطيسي علاقات سامه يا جماعه؟ معلش باي ذا واي يعني. اهلا اهلا. طيب ممكن بقى حد يقول ازاي بتدخلوا علاقات سامه؟ ما يبانش طبعا اصلا في الاول، يعني انا كان خطيبي اصلا ما في الاول كده، لا ده باين ان هو واحد بس؟ لا ما واحد بس، انت مش مغناطيسي علاقات سامه. مغناطيسي علاقات سامه ده اللي هو كذا بيدخل في كذا علاقه. اوكي هي علاقه سامه بس مش مغناطيسي علاقات سامه. مغناطيسي علاقات السامه ده اللي بيدخل بالظبط كده. انت عملت كده؟ طيب مغناطيسي العلاقات السامه ده اللي هو بيطلع من علاقه يدخل في علاقه. هو بيفكر المشكله في الناس بس هو المشكله فيه هو على فكره مش في الناس، لان مغناطيسي العلاقات السامه ده بيبتدي يطلع من علاقه يدخل في علاقه، يطلع من علاقه يدخل في علاقه، وكل العلاقات دي بتكون سامه. ليه؟ لان هو اصلا وهو بيتعافى الانسان ما بيبقاش شايف قدامه، انت زي اللي واخد ضربه كده فماشي دايخ، فبيبتدي يدور على اي حد يسنده. اول ما حد يسنده تعالى تعالى فاول ما حد بيسند الشخص ده بيتعلق بيه. بعد كده طبعا الشخص ده يطلع شخصيه سامه فيقوم رايح لواحد تاني يدور على حد يسنده فيتعلق بيه. فالشخص مغناطيسي العلاقات السامه ده اللي بيطلع من علاقه يدخل في علاقه، يطلع من علاقه يدخل في علاقه، وكلها سامه لانه مش بيتعافى اصلا من العلاقه الثانيه، فبيبتدي يكون عنده بقى افكار سلبيه عن العلاقات. وانا عايزه اسال سؤال. اتفضلي. هو كده لو بقى في مده بين الشخص ده والشخص ده، يعني فترات سنين، تمام، فيعني ازاي يعني بين الشخص الاول والشخص ما هو على حسب بقى. ايوه في ناس بتتعافى وفي ناس مش بتتعافى، فانت لو ما تعافتيش مش هيبقى عندك الرؤيه اصلا انت تختاري صح. هي الفكره كلها من التعافي ايه؟ يعني احنا بنتعافى ليه؟ عشان نختار صح. طب انا مثلا همثل لك حاجه، لو انت مثلا خرجتي من علاقه
تمام كده، ولقيتي حد واقف بيدعمك جدا وواقف جنبك وبصي يعني ما سابكيش، الشخص ده انت اوتوماتيكلي كده هتتعلقي بيه غصب عنك مش برضاكي. تمام، عشان الانسان اصلا بيكون عايز يعوض الهرمونات اللي هو كان بيطلعها في العلاقه دي. فمعنى ان انا عايز اعوض الهرمونات لقيت حد تاني بنفس الاهتمام بقى وبنفس الشغف اللي كان عند التاني، فببتدي اتعلق بيه. بعد كده بلاقي طباعه غير طباعي. هو الفكره في الاختيار الصح ايه؟ ان انا اختار الشخص ده اعرف عيوبه ايه واعرف مميزاته ايه ويكون عندي قبول للشخص ده، فبالتالي العلاقه تتكون. تمام كده. لكن الشخص ده بقى انا لو مثلا انا معرفوش بس ابتديت ان انا اتعلق بيه، انا بتصدم في الاخر، بشوف طباع انا ما كانتش موجوده يا جماعه، لان ما حدش اصلا بيطلع يقول لك انا عيبي كذا، مفيش حد بيطلع يقول لك انا عصبي، لكن انت بتكتشفي ده مع الوقت. ما حدش بيطلع يقول لك انا شخصيه سامه، لكن انت بتكتشفي ده مع الوقت. تمام. فانت لو بتعرفي تختاري صح، اول حاجه مش هتقعي مع شخصيه سامه، تاني حاجه مش يعني لما تيجي تتعافي هتتعافي بشكل اسرع كمان. تمام، عشان مش هيكون شخص مؤذي. هو ايه المشكله في شخص بيتعافى وشخص يعني شخص بيتعافى بسرعه وشخص مش بيعرف يتعافى؟ ان الشخص ده مؤذي فشرحني نفسيا خلاني مش نافعه. تمام كده. والشخص ده مش مؤذي فما شرحنيش نفسيا، زعلت عليه بس هطلع هتعافى منه بسرعه. تمام كده. فحته ان انا اطلع من علاقه ادخل في علاقه، في ناس كده بتحب تتسرسب في حياتنا وقت ضعفنا. يعني ايه؟ يعني انا شخص دلوقتي ضعيف جدا، فلاقي حد يسندني، فهو اصلا عايزني معاه او عايز يجيب رجلي في علاقه، فبيعمل ايه بقى؟ تعالى يا عم ده انت حبيبي، ده انا اكتر واحد هسبورت ليك. تمام كده. بس اجي بقى والشخص ده بيعمل لي سبورت، انا هتعلق بيه. طيب انا اتعلقت بيه، ابتدي الاقي ان الشخص ده طباعه غير طباعي، انا ما اعرفوش اساسا. هو احنا ليه بنتصدم في الناس اصلا في الاول؟ علشان الناس مشكلتها الكبيره جدا ان احنا بنمشي ورا مشاعرنا في اول علاقه، مش بنمشي ورا عقلنا. تمام. حته ان انا امشي ورا مشاعري في اول العلاقه، المشاعر بتعمي. اي قرار هتاخده بمشاعرك القرار ده يعني 90% غلط. اي قرار هتاخده بعقلك بعد كده مشاعرك القرار ده ممكن يكون صح بنسبه 95%. فان انت تمشي ورا مشاعرك في العلاقه بتكون وحشه. فلما الانسان بيطلع من العلاقه بيكون واخد ضربه جامده جدا على دماغه، فبالتالي الشخص لما بيطلع من العلاقه واخد الضربه دي، لما بيجي حد يسنده هو ما بيبقاش شايفه اصلا. انا بتعلق بهواك، يعني بتعلق بواحد انا مش شايفه اساسا. انت بس عاجبك الحاله اللي الشخص ده معيشك فيها، لكن مش عاجبك او الشخص ده ذات نفسه ممكن ما يكونش اصلا الحاجه اللي انت بتحبيها او الحاجه اللي انت بتتمنيها. تمام. فخلي بالكم من الناس اللي بتتسرسب كده في حياتنا بقى يعني وقت ضعفنا، لان الناس دي اكتر ناس بتكون مؤذيه.